جالاكسي اس 25 الترا تم الاعلان عنه الايام اللي فاتت، وعايز اقول لكم ان ده اكتر تليفون فلاج شيب صدمني من سامسونج طول فتره انتاجها لفئه جالاكسي اس وجالاكسي نوت. ليه سامسونج خدت خطوتين باكورد؟ تليفون خسر حاجات كتيره جدا كنا متعودين عليها من سامسونج. يعني مثلا خد عندك الاس بين بتاعهم ما بقاش فيه بلوتوث، فالجيسترز اللي احنا كنا بنعملها اللي اسمها اير جيسترز ما بقتش موجوده. مش بتتحكم في التليفون بتاعك زي هاري بوتر وتعمل الحاجات الجميله اللي كنا بنعملها في التصوير. البوينت التانية ان هو نازل بنفس السنسورز اللي تم تقديمها في جالاكسي اس 24 الترا. ليه يا سامسونج؟ واحد هيقول لي استنى، هم غيروا الالترا وايد. هم غيروا فعلا الالترا وايد، نزلوا سنسور كبير واحد على 2.55 انشز وخلوه 50 ميجا بكسلز زيه زي ايفون 16 برو ماكس. فالالترا وايد ثيوريتيكلي المفروض انها تبقى افضل في اللو لايت، وهتبقى افضل في حجم البكسل، وهتبقى افضل في الكواليتي اوفر اول كتكستشرز ودايناميك رينج كروس تاكينج وكل ده. بس في الحقيقه ده مش هيفرق مع اي حد، لان اوريدي الكاميرا اللي كانت هنا كانت حلوه شغاله قشطه وبتصور 4K. اي نعم بقت الجديده بقت تصور 8K، بس ده مش مهم. الحاجه الثالثه ان سامسونج نازله بنفس البطاريه اللي كانت نازله بيها في اس 24 الترا، ليثيوم ايون 5000 ملي امبير بشحن اقصى درجه فيه 45 واط. ليه يا سامسونج؟ فين الكربون سيليكون؟ فين بطاريات الكربون سيليكون الجديده؟ فين التكنولوجيا اللي كل العالم بقى يبص عليها؟ الصينيين اتطوروا جدا في البطاريات. فكره اوفر اول التليفون لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، هو وقف مكانه سمول امبروفمنتس، وده اكتر مره سامسونج خدت فيها السيف رود للجهاز. ايفن حتى اكتر من الاس 7. ايام الاس 6 والاس 7 كان اولموست التليفونين شبه بعض. ده دلوقتي ده حرفيا 24 اس الترا. وخليني اكوبي الكود دي من ام كي بي اتش دي لان كان عنده حق فيها. التليفون ما اتطورش، ولو البيزنس بتاعتي قلت شويه طب ما ده اوريدي كان سيمتريكال وكويس، ما كانش عندي فيه مشكله. بس اوريدي تليفون اس 24 الترا اوريدي كان مقدم لي الفيتشرز دي بشكل اوريدي بشكل بالفعل هو مناسب لي. فانا ما خسرتش حاجه او انا ما استفدتش حاجه لما ادفع $1300 في اس 25 الترا اللي نازل حرفيا هو عباره عن اس 24. بالعكس هو خسر حاجات.